من داخل منزل الفنانة مشيرة إسماعيل، آية سماحة تقدم اعتذارها بحضور الدكتور أشرف زكي وكريم فهمي. ولما يعرفش سبب الأزمة بين الفنانة مشيرة إسماعيل وآية سماحة، بدأت الأزمة منذ عدة أيام لما شاركت آية سماحة بوست على حسابها الرسمي بتقول فيه هي مين مشيرة إسماعيل عشان يتم بسببها غلق عيادة بيطرية مرخصة، ويتم حبس بداخلها القطط والحيوانات اللي بتتلقى العلاج. هي مش دي الفنانة المتدينة المعتزلة المحجبة؟ بعدها تعرضت آية سماحة لهجوم شديد. كمان أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي إنها ستنعقد لمناقشة قرار إلغاء تصريح عمل آية سماحة. وبعدها آية سماحة شاركت بوست بتعتذر من خلاله للفنانة مشيرة إسماعيل، وقالت من خلال البوست إن هي بتقدر جدا تاريخ الفنانة مشيرة إسماعيل، بس كلامها كان نابع من خوفها ومن حزنها بسبب الحيوانات اللي تم حبسها داخل العيادة بعد إغلاقها، وإن هي ما قصدتش الإساءة لشخص الفنانة مشيرة إسماعيل، وإن هي بتقدرها جدا وبتقدر تاريخها. بعدها أعلنت الفنانة مشيرة إسماعيل رفضها لاعتذار آية سماحة، وقالت هي لو تعرف قد ايه احنا شقينا عشان نحفر اسامينا ما كانتش اتكلمت بالطريقه اللي فيها تجاوز بالشكل ده، وان هي في انتظار قرار نقابه المهن التمثيليه. كمان بتحترم الجمهور اللي رد غيبتها، وبالفعل تم انعقاد امس اجتماع نقابه المهن التمثيليه بحضور آية سماحه للتحقيق معها، ولم يصدر اي قرار من نقابه المهن التمثيليه. واليوم تم مشاركة مجموعة من الصور اللي بتجمع آية سماحة بالفنانة مشيرة إسماعيل والدكتور أشرف زكي وكريم فهمي، واللي أعلنوا من خلالها إن الصلح بالفعل تم بين الفنانة مشيرة إسماعيل وآية سماحة، وإن هي سماحة قدمت اعتذارها الشخصي عما بدر منها، مشيرة لاحترامها وتقديرها لتاريخ الفنانة مشيرة إسماعيل. والفنانة مشيرة إسماعيل قبلت الاعتذار بكل رقي ومحبة اعكاسا مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع، وأكدت إن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس. وحضر الفنان كريم فهمي الصلح لكونه صديق مقرب للفنانة مشيرة إسماعيل.